السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هعمل معاكم النهاردة فراخ مشوية في الفرن بتتبيلة وخلطة في منتهى الجمال، طعمها حلو قوي، ان شاء الله تعجبكم. جبت وراك ونضفتها وغسلتها كويس قوي وشلت منها الجلد الزيادة والعروق وكل الحاجات اللي ملهاش لازمة والدهون وكله، خليتها زي الفل. ودي بقى الخلطة اللي هعمل بيها التتبيلة: بصلة وقطاية وقرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي ومعلقة صغيرة توم مفروم. احطهم في الكبة دي المفرمة بتاع الخلاط، ومعها التوابل: فلفل اسود وبهارات، بهارات فراخ مشوية وبهارات فراخ عادية وكزبرة ولورا مطحونة وبابريكا وملح. حطيت التوابل مع الخضار واحط شوية خل، ولو في ليمون اعصري معاها ليمونتين. الليمون بيدي الخلطة دي طعم جميل قوي. هفرمهم بقى ناعم. واللي في الصينية ديت بقى ايه، انا مقطعه شوية خضار كده احطها فرشة من تحت الفراخ، بدل ما احط الفراخ في الصينية كده من غير اي فرشة من تحتها. انا بقى عملت الايه، الخضار ده هحطه من تحت الفراخ. هي بسطاية واحدة وطماطمية واحدة وبصلاية واحدة وقرن فلفل رومي وقرن فلفل حامي، ونفس التوابل اللي حطيتها في التتبيلة هي اللي حطيتها في الخلطة دي، بس من غير طبعا الخل. خلاص كده. وبرضو رشيت برضو ايه شوية زيت. التتبيلة اهي حطيتها في طبق، وهمسك بقى الفراخ ايه اتبلها. ديت ده كيس صلصة هحطه مع التتبيلة، بيدي طبعا لون وطعم جميل. ده بمقام معلقة كبيرة كده صلصة او معلقتين كبار صلصة الكيس ده. حطيت شوية زيت. هقلب بقى الخلطة دي، وبعدين اتبل بقى الفراخ. عايزة بقى تعملي فراخ، عايزة تعملي وراك زي كده. انا بحب الوراك في الشوي بيبقى طعمها جميل قوي. انا بمسك بقى الورك اقطعه ايه، افصله كده، ما بحطوش كامل برضو عشان برضو يستوي كويس. تبلت هاي الوراك من فوق ومن تحت الجلد ومن تحت، ما تخليش مكان الا لما ايه، الا لما تتبليه كويس. ماشي. طبعا انا كنت مستعجله فسويت على طول، لكن انت لو سبتي الفراخ في التتبيله دي ساعه ساعتين او ليله بحالها مثلا، هتعملي الاكله دي اعمليها من بالليل. هنا انا تبلتها هي كلها ورصيتها في الصينيه، احطها بقى في الفرن، افتح الشوايه وافتح الفرن واحطها في النص واسيبها بقى لغايه لما تستوي على درجه حراره متوسطه. هنا هي كانت اتعملت وكانت في منتهى الجمال والله العظيم. اعملي بقى جنبيها شويه رز اصفر، شويه رز ابيض، شويه رز بالشعريه، وكلي بقى الخلطه وكلي الفراخ في منتهى الجمال، وبألف هنا وشفا.